اوكي، اهلا فيكم باكثر فيديو انطلب في القناة بالفترة الاخيرة، واللي هو كيف تحترف بالنقار والدراغونوف او بين قوسين اسلحة الوان شوت. ورح نتعلم مع بعض كيف تحترف اللعب بهاي الاسلحة سواء كنت مبتدئ او متوسط او حتى محترف. معكم دراغونوف فروم زيرو تو هيرو، ورجعت لكم بفيديو جديد. وبهذا الفيديو رح نتعلم كيف ننتقل من هذا المستوى لهذا المستوى بالنقار والدراغونوف. ولا توكل هم موضوع البي سي والموبايل لاني رح اشرح للاثنين. ونبدا باول نقطة واللي هي كيف تلعب بالنقار والدراغونوف بعيدا عن الهيد شوت. تتذكروا بفيديو اخطاء تجعلك نوب حكينا انه احد اكبر الاخطاء انك تضلك مركز على الهيد شوت، يعني انك تكون بس بدك تقتل الخصم هيد شوت، لانه بالمواقف الحرجة ما راح يكون في وقت للتفكير بهاي الاشياء. لهيك ريلاكس والعب بربرة. قصدي العب على البادي. اول اشي الدراغونوف والنقار اسلحة بعيدة المدى، بس لو كان الخصم بعيد ما في الا طريقة واحدة عشان تجيبه هيد شوت، وهاي الطريقة مش سهلة على فكرة وراح نحكي عنها باخر الفيديو. وبهاي الحالة العب على البادي بيكون احسن. ثاني اشي على المدى المتوسط السلاحين دمجهم كثير عالي، فمثلا النقار بوصل الدمج تبعه لحد 85 والدراغونوف بوصل لحد 125، يعني باختصار ضربتين بادي وقول للخصم باي باي. ثالث اشي الأسلحة هاي عندها ميزة الدقة أو الأكيوريس العالي، فمثلا النقار يعتبر أثبت سلاح في اللعبة وبيتفوق على أسلحة ثابتة مثل الأم 4A1 والأم 14، وكمان عندهم ميزة الدمج العالي. والدراغونوف مثلا عنده أعلى دمج سلاح في اللعبة بعيدا عن السنايبرات. وراح نستخدم هذول الميزتين مع بعض عشان نوصل للمرحلة اللي بدنا إياها، الهيد شوت. ولأني عارف إنه مخك يابس ومصر إنك بس بدك تجيب الخصم هيد شوت، خلينا نتعلم كيف نجيب هيد شوت بهذول الأسلحة. نبلش بلاعبي الموبايل. ادخل على الإعدادات وروح على الحساسية وتأكد انك عامل الجنرال 100، وباقي الحساسيات رح نحكي عنهم بعدين. بعدها ادخل على الكنترولز واختار كاستم HUD وتأكد انه حجم زر الطلق بين ال 35 وال 45، وبعدها حطه بمكان مناسب لإلك. نعمل حفظ ونروح على ساحة التدريب. اول اشي الطريقة اللي رح نتعلمها سهلة وبسيطة وراح تناسب لاعبي الموبايل اللي مش رافعين DPI، والحركة خطواتها كالتالي. اول اشي حط الايم على يسار الخصم وتأكد انه الدائرة تتحول للون الاحمر بس من دون ما تكون النقطة على جسم الخصم، وبعدها اسحب الايم لليمين باتجاه الخصم، واخر اشي ارفع الايم لفوق والنتيجة راح تكون هيد شوت. وشوفوا معي هذا المثال، حطيت الايم على جنب الخصم وتأكدت انه الدائرة لونها احمر من دون ما تكون النقطة على جسم الخصم، وبعدها سحبت الايم لليمين باتجاه الخصم، واخر اشي رفعت الايم لفوق والنتيجة كانت هيد شوت. اما بالنسبة للاعبين المهووسين بالسرعة واللي رافعين DPI بإمكانهم يعملوا هاي الحركة. أول إشي حط الإيم بأي مكان قريب من الخصم ولا تخلي الدائرة لونها أحمر على عكس الحركة اللي قبلها، وبعدها اسحب الإيم لجهة الخصم وبعدها ارفع الإيم لفوق والنتيجة راح تكون هيد شوت. وشوفوا معي هذا المثال، حطيت الإيم على يمين الخصم وما خليت الإيم يتحول للون الأحمر، وبعدها سحبت الإيم باتجاه الخصم وآخر إشي رفعت الإيم لفوق والنتيجة هيد شوت. طيب دراغونوف، انت قلت انه هاي الحركة مناسبة للاعبي الموبايل اللي رافعين DPI، هل هذا يعني انه ما في حد غيرهم بيقدر يعملها؟ لا، كل اللاعبين بيقدروا يعملوها، وحتى لو مش رافعين DPI بس لاعبي DPI العالي راح يرتاحوا بهاي الحركة اكثر وراح يحسوها اسهل عليهم بكثير. وهسه اجا وقت البي سي. اول اشي ما راح يفرق معك المحاكي اللي تلعب فيه، بس يفضل انك تستخدم محاكي بلو ستاكس لو جهازك قادر يتحمله، اما اذا كان جهازك ضعيف بعينك الله العب بمحاكي اخف. المهم اتأكد انك حاط الاعدادات المناسبة للمحاكي، وبحالتي بستخدم بلو ستاكس 5 واعداداتي 35% للإكس و1.6 للواي. وبعدها ادخل على اللعبة وادخل على الاعدادات وتأكد انك مصفر كل الحساسيات. كل الحساسيات خليهم صفر، لان ما بدنا اللعبة تتحكم بالحساسية ولا الماوس، بدنا نخلي المحاكي هو اللي يتحكم فيها. واخترنا المحاكي لانه هو الوحيد اللي بيفصل بين حساسية الاكس والواي. المهم هيك بيكون كل شيء تمام بالنسبة للاعدادات. ونبلش بالخطوات. اول اشي حط الايم تحت الخصم وبعدها بكل بساطة ارفع الايم لفوق والنتيجة راح تكون هيد شوت. بس بهاي البساطة. وشوفوا قديش راح تكون هاي الحركة فعالة على البي سي، بس بتعرفوا الحياة مش دائما تكون وردية. وصحيح انه اللعب بالبي سي فيه امتيازات بس اكيد فيه سيئات راح تكرهك باللعب، فعشان هيك راح اعمل فيديو قريبا عن مزايا اللعب بالبي سي والموبايل، واتوقع انه هيك كفاية لقطات. واتوقع انك مش مشترك في القناة لهسه، فلو مستمتع بالمحتوى اشتراكك في القناة راح يكون سفاح. اوكي، ببداية الفيديو حكينا عن
السكوب، وحكينا انه في طريقة واحدة بس عشان تجيب هيد شوت للخصوم البعيدين، واجا الوقت اللي راح اكشف لكم فيه السر. النقار والدراجونوف فيهم ميزة مخفية، واللي هي انك اذا فتحت سكوب وبلشت تطخ على الخصم، الايم صعب جدا انه يفلت عنه، وهذا بسبب الدقة العالية لهاي الاسلحة. لهيك راح نستغل هاي الميزة حتى نجيب هيد شوت بالسكوب. اول اشي افتح سكوب وطخ على الخصم، وارفع الايم لفوق على قد ما تقدر، وهاي الحركة محتاجة رفعة كبيرة للايم، لهيك يفضل ترفع حساسيات السكوبات شوي. وهاي الحركة راح تعطيك اول ضربة بديء، وثاني ضربة راح تكون هيد شوت على الاكيد. وشوفوا معي كيف راح نطبق الحركة. اول اشي فتحت السكوب وبعدها بلشت طخ وضليت رافع الايم لفوق، وجاب اول طلقة بديء واللي بعدها كانت اكيد هيد شوت. وبعض الاحيان اذا ما كنت رافع الايم كفاية راح يجي طلقتين بديء والثالثة اللي راح تكون هيد شوت. وكل اللي ضل عليك انك تروح على ساحة التدريب وتتدرب على الحركات اللي علمتك اياها اليوم، وورجيني النتيجة اللي طلعت معك على الفيسبوك. وصحيح تابعني على صفحتي بالفيسبوك لاني بلعب مع المتابعين وبوزع كودات بالبث هناك، ورابط صفحتي راح تكون في الوصف. وبالنهاية كان معكم دراجونوف، ودمتم في رعاية الله.